سارة حبيبتي، انتي عاملة غدا ايه النهاردة؟ ما عملتش يا حسين. أنا لازم أروح أشتري فستان اللي هحضر بيه فرح صاحبتي النهاردة. خرج العيال شوية، بقالهم كتير ما خرجوش، ونتغدى بقى بالمرة. وممكن أعمل شوبينج للبيت وأنا راجعة. كل ده؟ مش فاهم، يعني هنروح فين الأول؟ المول. مول مصر؟ لأ، مول العرب النهاردة. طيب أنا عاوز أروح مول مصر. هو أصلاً أي واحد فيهم أحلى؟ أنا معرفش. هقولك أنا أصلاً ده ماتش النهاردة، مول العرب ومول مصر. شكلك هتتعبيني معاكي، بس يلا بينا. بس الأول عايزة كل اللي بيحبوا مول العرب وعارفين إنه أحلى من مول مصر يشتركوا ويفعلوا الجرس. أنا بقى عايز كل وحوش مول مصر يحضروا حالاً ويشتركوا ويفعلوا الجرس، وكمان يعملوا لايك بالعند في مول العرب. المميزات. فاكر لما رحت يوم مول العرب وفضلت طول اليوم في ايكيا؟ طبعاً فاكر، كلمتك طول اليوم، الصبح وفي نص اليوم وبالليل، ولسه بتعملي شوبينج في نفس المكان. ما هو بصراحة مكان يخطف القلب. المكان ده مكاني المفضل في مول العرب، في مطعم فوق ومكان للمشروبات وفي كافيتيريا تحت، وفي مكان تاني بحبه قوي برضو اسمه ذا بارك. دي بقى فيها تراك للجري جامد، ممكن تبقى تيجي معايا نلعب فيها رياضة أو نجري سوا؟ تمام، ظبطي يوم ويلا بينا. كمان فيها كافيهات حلوة قوي هتعجبك. عارف فيها كمان فود تراك للشيكس برجر المعروف طبعا. لسه بتقولي رياضة؟ قلت رياضة ودايت ودايت ورياضة، بتدخلي الأكل في الموضوع دلوقتي ليه؟ خلاص تعالى أقولك بقى الحاجة المميزة اللي في مول مصر. سكي ايجيبت فظيع، التزحلق بقى على الجليد وبطاريق وتلج كتير، اللي هو خير اللهم اجعله خير. فاكر محمد هنيدي؟ خير اللهم اجعله خير. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، وقال ايه نص التحتاني مش لاقيه يا فخري. طيب عارف بقى في كمان مكان جامد جدا للجيمرز اسمه كينج أرينا، في ناس كتير بتيجي تلعب على كمبيوتر وفي بلاي ستيشن كمان. طبعا هنا النقطة المول العرب علشان احنا عمليين. 1-0 المول العرب. طلبات البيت. بعد ما نخرج كده وننبسط هنجيب طلبات البيت. بقول لك ايه، خدي الفيزا واعملي طلبات البيت براحتك، مش هقدر على اللف ده. بس طلبات البيت بتجيبيها منين في المول؟ بالنسبة لمول العرب في سبانس، ضحكتك بالدنيا أول ما تدخل. عارفها؟ دي اللي مكتوبة أول ما تدخلي، صح؟ عشان عارفين إن الرجالة هتخرج معيطة. أيوة هي دي. أما مول مصر طبعاً كارفور، وأعتقد هو الأشهر في العالم وموجود في كل مكان عادي. أما سبانس مميز ومش موجود كتير في كل الأماكن. ونقول تاني نقطة كمان لمول العرب. 2-0 المول العرب. السينما. مول العرب فيها جالاكسي سينما، فيها 13 سكرين. في مول مصر فيها فوكس سينما، فيها 23 سكرين، يعني الفرق شوية حلوين. أنا عاوزة فشار بالجبنة يا حسين، وكمان بالكراميل. عايزة ورد يا إبراهيم، عايزة ورد. وأنا أجيبهم لك منين دلوقتي؟ لازم تشتري فستان وهتخرجي العيال وهتعملي شوبينج وهتخشي السينما كمان. طب خلاص، المهم دلوقتي نقطة المول مصر. 2-1. الشوبينج والمحلات. طيب المحلات يعتبر هي في المولين متشابهة جدا أكيد، ولكن في بعض الاختلافات البسيطة جدا، زي إن في مول العرب فيها بيبي بيس ولابوار والعبد. أما مول مصر هوم سنتر ماكس وبلانت، وطبعاً شوية اختلافات صغيرة قوي في المحلات، ولكن الشوبينج في العموم يعتبر واحد، مفيش فروقات كبيرة بين الاتنين. طبعا خالص، هنا بندفع فلوس وهنا بندفع فلوس، يعني زي ما بيقولوا كده الملامح هي والمشاعر متدارية والفلوس منتهية، وفي هنا تعادل. 2-2. الفود كورت.
تدخل تشم ريحة 100 أكل في نفس الوقت، كفتة مشوية على طشة ملوخية على برجر على أكل صيني، سالب ربع سوا. الفود كورت في مول العرب فيه حوالي 25 مطعم. الأوت دور فيه تقليدية شوية بس أكبر وأوسع، أما في مول مصر 19 مطعم تقريباً، بس أشهر شوية من اللي موجودة في مول العرب. اوكي. والأوت دور بتاعته فيها نافورة وشوية شجر كده لطيف، بس برضو أصغر بكتير من مول العرب، ومش مكان مفتوح قوي زي اللي في مول العرب. انا بصراحة بحب المكان المفتوح. في نقطة هنا كمان لمول العرب، 3-2 لمول العرب. وننهي الماتش النهاردة بجملة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. احنا النهاردة صوت مكان لمول العرب. بس يا ترى انت صوتك لمين؟ قدامك دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. انجوي.